ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا عارفه ان الناس بتيجي تسالني حاجه، بتقول لي الاء هو انتي، انا هقول لكم هو الناس بتقول لي ايه بالظبط. بيقولوا لي هو انتي لما جبتي عدد كبير خلاص بقى توقفي تعملي فيديوهات؟ لا، هو انا ممكن اشرح لكم حاجه دلوقتي. ليه الناس بعد لما بتبدا ان هي تجيب عدد كبير ليه مش بيوقفوا، بس ليه بينزلوا كل فتره، او مش بينزلوا بسكادجول معين؟ استنوا بس نقعد كده. انا هقول لكم حاجه. انا بالنسبه لي دلوقتي لو انا بنزل اللي هو مثلا حددت يوم، يا جماعه انا هنزل اليوم الفلاني، انا بالنسبه لي وانا هتكلم انا عن نفسي، الكونتنت مش هيبقى مخدوم، او ما بيبقاش عارفه في حاجه معينه عايزه اتكلم فيها، هبقى بطلع اي حاجه وخلاص. اللي هو انا بدور على ايه ده الميعاد المفروض ان هو يوم الفلاني، يبقى خلاص ده النهارده بقى يوم السبت، وانا المفروض انزل يوم الاحد، ولا المفروض ان انا انزل كل يوم حد. فبالتالي ببدا اعمل اي حاجه كروته لمجرد ان انا انزل فيديو. وهنا بتيجي بقى كل واحد واللي هو يقدر عليه كواليتي ولا كوانتيتي، وانا بحاول ان انا اخليها كواليتي، يعني احسن من كوانتيتي وخلاص. بما ان الجو حلو تعالوا نطلع بره، الشمس حلوة. النهاردة هنتكلم عن ازاي تزود ثقتك في نفسك ويكون عندك كاريزما في نفس الوقت، بس مينلي ازاي تزود ثقتك في نفسك وبالتالي هيبقى عندك كاريزما، يعني اظن كده. حاسه شويه ان الموضوع متقسم لحاجتين. قبل اي حاجه عايزه اقول لكم ان كل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده هو حاجه بتاعتي انا، او حاجه انا اللي بشوفها، مش ريليتد لاي حاجه دراسات ولا اي حاجه قرايه او كده. كل ده انا بتكلم في لما بشوف الناس اللي حواليا، اللي هو ايه اللي بيخليني اقول على اللي قدامي واثق في نفسه. وانتوا ممكن برضو تقولوا تحت انتوا بتشوفوا امتى الشخص اللي قدامكم واثق في نفسه. رجعنا للمكتب. المهم، فكنت بقول لكم ان الموضوع بينقسم لحاجتين. اول حاجه هو انت بتشوف نفسك ازاي، وساعتها الناس هتشوفك بنفس الطريقه اللي انت بتشوف نفسك بيها. وتاني حاجه هو الشكل. الشكل بقى يا جماعه ده قصه كبيره جدا. مش عايزه حد بقى يدخل في الكومنتس يقولوا لي ايه الشكل مش مهم ولا وما ينفعش نحكم على الناس من الشكل. طبيعي ان انت اول حاجه بتشوفها في الشخص اللي قدامك شكلك ليه. فانا عايزاك كده تتخيلوا معايا الموقف، هو ان انتوا قدامكوا اتنين، واحد مهتم بنفسه ولابس كويس وكل ده، والتاني لابس اي حاجه، او غصب عنكم احنا بني ادمين بتشوفوا ان ده مش هقول ملفت اكتر، بس بتحس انه واثق في نفسه. على فكره مش بتيجوا تقولوا هو واثق في نفسه عشان لابس حلو، لا، هي حاجه كده سايكولوجيكلي جوه مخك، انت بتتشد للشخص ده، او بتكون عايز تعرف تجد تو نو الشخص ده اكتر، مش بسبب هدومه. برضو مش عايزه الناس تفتكر ان انا سطحيه وبقول ان الهدوم هي الاساس وكده، بس شكله بيجذب، او الهدوم بتخليك اللي هو حاسس انك عايز تعرف اللي قدامك ده. وهو نفسه اكيد اللي بيبقى لابس كويس ده بيبقى حاسس ان هو عنده ثقه اكتر في نفسه. فزي ما قلت لكم بقى هنرجع للسكشن. بصوا احنا هنقعد نتنطط ما بين النقطتين دول، الشكل او الحاجه اللي من بره والحاجه اللي من جوه اللي هو نظرتك لنفسك. فانت لما بتلبس كويس او لما بتبقى لابس حلو غصب عنك انت بتبقى مستريح، فبتبقى نظرتك لنفسك اللي هو انا لابس كويس وانا مبسوط بنفسي، فالناس بتشوف ده في عينك. بجد صدقوني هي حاجه هي بتمشي كده. الواحد لما بيدخل الجامعه موبايل بيفضل جروب الدفعه ايه شغال نون ستوببل. بعدين عندنا تاني حاجه بقى في الشكل او من بره او كده، مهمه 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 مهمه، انتوا عمركم ما هتتخيلوا هي قد ايه مهمه. البوستشر، اللي هو استنوا لازم اجيب الكلمه نفسها بالعربي، انا قصدي الوقفه او استنوا هنجيب الاكسبريشن بالعربي. هي الوقفه، اوف، وضعيه الجسد. وقفتكم يا جماعه، يعني لما حد يكون واقف كتفه كده مفرود غير لما بيبقى حد عارفين واقف كده ظهرك مفرود جسمك مفرود، ده بيجي بقى ازاي؟ الوقفه والمشيه بيجوا بقى ازاي؟ شوفوا ده، شوفوا الفيديو ده وانتوا تعرفوا بيجوا ازاي. بالرياضه. كنت عامله فيديو اللي هو استعدادات الرياضه البسيطه، بس بجد انا اقدر اقول لكم قد ايه وقفتي ومشيتي فرقت جدا 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 بعد الرياضه. وبعد انا طول عمري بلعب رياضه يعني، بس استمراري في الجيم عشان بشد عضله كده وتشد العضله دي فالظهر بيتفرد والكتف بيتفرد، عارفين؟ لا يا جماعه العبوا رياضه. بصوا اي حاجه هتلاقوني في الاخر بوصلها بدايركت او اندايركت للرياضه، لحد ما ان شاء الله نقلب القناه دي سبورتس شانل بس.
بالنسبة بقى للجزء بتاع اللي من جوه، انا عايزة اقول لكم حاجة: تحبوا نفسكم، تشوفوا ان انتوا حلوين، تكون بجد واثقين من نفسكم، واثقين ان انتوا تقدروا تعملوا حاجة، واثقين ان انتوا شكلكم حلو، واثقين ان انتوا جسمكم حلو. هو ده فعلا اللي بيخلي الناس تشوفكم واثقين من نفسكم. ان انا عندي ثقة حتى لو انت مش عندك. انا اقول لكم حاجة: انا عمري ما كنت النوع اللي هو واثقة من نفسي خالص، بس كنت في حاجة ماشية عليها اللي هو كانت كوت كده اسمها fake it till you make it، يعني اصطنعها لحد ما توصل لها. اصطنعي ان انت واثقة في نفسك، اصطنعي ان انت شايفة نفسك حلوة، اصطنع ان انت شايف نفسك جامد، ان انت واد من الاخر. اصطنعوا كل ده لحد ما فعلا هتوصلوا لده وهتبقوا كده. الاصطناع في الحتة دي، مش بقول تخليكم مصطنعين في اي حاجة تانية يا جماعة بس الاصطناع في الحتة دي فعلا بيوصلك ان انت تبقى بجد واثق من نفسك، وبجد الناس تكون شايفاك واثق من نفسك قوي قوي قوي. بنقدر، بصوا الناس سهل ان يضحك عليها، والحته دي بالذات تقدروا بسهوله ان انتوا تضحكوا على الناس. لا، انا واثقه من نفسي زي ما بقول في اخر كل فيديو ان السلسله بتاعت ازاي هي بس بتكون مجرد عن حاجه انا اللي بشوفها، انا مش بتكلم عن حاجه عن علم او كده. واهم حاجه زي ما بقول لكم، خليكوا واثقين في نفسكم، fake it till you make it. وبس كده. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم. ما تنسوش لو عندكم اي سؤال عايزين تعرفوا ازاي، اكتبوا تحت في الكومنتات، ان شاء الله هنرد عليه على مدار الفيديوهات اللي جايه وخليكم دايما عندكم فضول مع الحياه وحب استطلاع. ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.